يا أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المدرج. حدث مهم جدا على مستوى إدارة الرياضة في مصر. عندنا وزير جديد للشباب والرياضة، الكابتن جوهر نبيل، خلاص رسمي وزيرا للشباب والرياضة بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، وبالفعل أدى اليمين الدستوري أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ مهام عمله رسميا. تعال أخدك في شوية معلومات عن معالي الوزير. هو اسم مش غريب على الرياضة المصرية، لاعب كرة يد من جيل عظيم في النادي الأهلي، شارك في 3 دورات أولمبية، وكمان كان قائد للمنتخب، مش لعيب بس، كمان عنده خبرات إدارية ورياضية وسبق له العمل في مجلس إدارة النادي الأهلي. خلينا بقى نقف عند مجلس إدارة النادي الأهلي، النقطة دي مهمة. الناس عمالة تقول انتمائه للأهلي والفانلة الحمراء، سيبوكوا بقى من الاسطوانات دي. الراجل جاي في مهام وزير للشباب والرياضة، يعني مفيش انتماء غير لمصر. أتوقع تعديل كامل وانتفاضة للرياضة في مصر. الفترة الجاية دي فيها شغل كتير. أي حد اشتغل في منظومة الأهلي يا جماعة لازم يبقى ناجح، فأتوقع نجاح. رسالة دعم مني لمعالي الوزير، ونتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة. معانا مداخلة تليفونية من الدكتورة. طيب الخط قطع، خلينا بس مع الوزير نتمنى له التوفيق وتعديل بعض الرياضة في مصر. الزمالك وسموحة مباراة مؤجلة من الجولة ال 14 اتلعبت على استاد هيئة قناة السويس، انتهت بفوز مهم للزمالك 1-0. مباراة مهمة كان فيها رسالة واضحة من الفارس الأبيض، احنا موجودين في سباق اللقب. الأهلي والإسماعيلي مش عايزين نتكلم عن النتيجة، احنا هنتكلم عن نادي بتاريخ وحجم النادي الإسماعيلي. بعد الخسارة من النادي الأهلي، الإسماعيلي في موقف صعب. من أيام تم اكتمال مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ودي ممكن تكون نقطة جديدة. كمان تم الإعلان عن تسوية قضية كارميلو رغم الأزمات ورغم الظروف، لكن الناس بتساعد. يعني النادي الإسماعيلي في موقف صعب. طيب خلينا نرجع للدكتورة نوال محمد منصور، استشاري التدريب والتثقيف بوزارة الشباب والرياضة. يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. اخبار حضرتك يا دكتور؟ منوراني في برنامجك من المدرج. الحمد لله والله، وكل سنه وحضراتكم طيبين ومصر طيبه كلها يا رب العالمين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا مبروك بيك. مبروك تعيين الكابتن نبيل وزيرا للشباب والرياضة. طبعا، يعني انا ابدا حديثي الاول ان انا بتقدم بخالص التهنئه واصدق التمنيات كلها لمعالي وزير الشباب والرياضه جوهر نبيل، الجوكر بتاع كره اليد. دي حقيقة، دي حقيقة، اه وكان لعيب ممتاز. طبعا طبعا كلنا عارفين ان طبعا معاليه يعني لعيب يعني ممتاز وإداري اساسا قوي إن حصل شاء على الله. بكالوريوس تربيه رياضيه سنة 95، وكان عضو سابق في النادي الأهلي سنة 2017، ولعب كتير جدا واجتاز مباريات كبيرة جدا في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكان من ضمن الاختيارات بتاعته إن هو تم اختياره ضمن نجوم العالم. تمام اتفضل حضرتك. تمام، معاكي كملي يا فندم. تمام. وتم اختياره، كان بيمثل مصر سنة 95 96 و97 و98، وان هو كان افضل لاعب طبعا في بطوله تاريخ يا دكتور. ايطاليا سنه 91 97، وان هو تاريخ. فاز 23 مره في النادي الاهلي بالبطوله، وتوج معقولة؟ ببطولات افريقيا كتير جدا، وتم اختياره طبعا ضمن احسن اللاعبين سنه 99 2000. وكان طبعا توج ببطل جنوب افريقيا وايطاليا. يعني هو اساسا يعني اللبه الاولى في قلب الرياضه. الدكتور جوهر نبيل يعني ده كابتن كبير جدا جدا ومعلم رياضي جدا، فاحنا تمام. بنقول له احنا معاك وبنساندك، وحضرتك يعني الحمد لله ان ربنا رزقنا بيك علشان تدعم الرياضه ان اكتر شاء الله، واكتر. ان شاء الله يا فندم. حضرتك شايفه الرياضه ازاي في الفتره القادمه؟
الرياضه في كره القدم، يعني انا بقول لحضرتك انا مش عايزه افرق بين نادي ونادي، لان ممكن اللاعب يبقى في النادي ده يروح النادي ده، وممكن اللاعب ده، فهي كلها بتمثل مصر. يعني لو في مثلا زي دوره افريقيا، لو في حد بيلعب مثلا نادي زي النادي مثلا هنقول سي اي نادي، الزمالك الاهلي، اي حد بيمثل دوله افريقيا فكلنا بنشجعه. فاحنا هنا لازم كلنا نقف ونساند الرياضه كره القدم. احنا مش هنفرق بين نادي ونادي، بس احنا بنبقى عايزين في اساسيات بتبني عليها. تمام تمام. اه بشكرك يا فندم، وبالتوفيق ان شاء الله لكل من هو في الرياضه في مصر. نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم ونكمل كلام عن نادي الاسماعيلي. ورجعنا لحضراتكم تاني. يمكن خبر كويس ان تم بالفعل حل قضية كارميلو في النادي الإسماعيلي، والنادي أعلن عنها بشكل رسمي. طب عشان نتكلم أكتر عن النادي الإسماعيلي، معانا الدكتورة الإسماعيلوية ندى محمد عباس، منسق عام مدن القناة لكيان ورواد شباب المحافظات التابعة لوزارة الشباب والرياضة. يا دكتور اهلا، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طمنينا عليك يا دكتور، منوراني في المدرج. لا، ازاي بنور حضرتك، وشكرا ليك جدا على الفرصه اللي اتاحت لك تتكلم عن النادي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. يمكن النادي في مجلس اداره جديد، النادي فيه مشاكل بتتحل، يعني عايزين نطمن اكتر عن النادي الاسماعيلي. بص حضرتك، هي حضرتك بدات بمشكله كارميلو اللي هي بدات 2022. الحمد لله دلوقتي بدات تتحل المشكله، والحل بقى ودي، وان شاء الله هيرجع، يعني راجع للتدريب معانا. وفكره ان احنا عندنا مجلس اداره جديد دلوقتي بقياده المهندس نصر ابو الحسن، ده حاجه مهمه جدا ان هم هيبداوا يشوفوا المشاكل اللي موجوده في النادي الاسماعيلي، ونبدا نحلها من مشاكل ماليه ومشاكل فنيه. ان هم بيحاولوا كمان يشوفوا مستثمرين جدد داخل النادي، وكمان المشاكل الفنيه ان هم يبداوا يهتموا بالاشبال. احنا عندنا مشكله طبعا حضرتك عارفها، بسبب المشاكل الماليه دي ما عندناش قدره على القيد للكوادر الجديده اللي موجوده في اسماعيليه. فان شاء الله كل ده قرب يتحل، وان شاء الله نقدر نضيف شباب جديده من اسماعيليه للنادي، ونبدا نزود من الكوادر بتاعه اسماعيليه والابطال بتوع اسماعيليه ان هم يبداوا ينضموا للنادي الاسماعيلي من اول وجديد. وده ان شاء الله هيقوم النادي الاسماعيلي قريب جدا، وهنسمع عنه اخبار حلوه، لان نادينا نادي جماهيري حضرتك عارف. احنا اسماعيليه بالنسبه لنا برازيل مصر، كلنا مستنيين ان احنا نحتفل بما ان المشاكل كلها اتحلت وبدانا نرجع تاني للساحه بقوه ان شاء الله، وتتحل كل المشاكل. شايفه النادي الاسماعيلي الفتره الجايه ازاي يا فندم؟ ايه؟ شايفه النادي الاسماعيلي الفتره الجايه ازاي؟ لا، هو انا شايفه ان النادي الاسماعيلي الفتره الجايه هنبدا نرجع لماضينا. يعني انا فكره عدم وجود تسجيل للاولاد وعندنا مشاكل في القيد دي لو اتحلت وفعلنا الدور الفني الرائع للفنيين بتوع اسماعيليه، وبدانا ان احنا نركز على اكتشاف المواهب، هنلاقي ان شاء الله كوادر كتير جدا. النادي الاسماعيلي عندنا فكرته وفكره نشأته هي فكره شباب ووطن، يعني انتماء للمدينه نفسها. في كل شارع، في كل حاره، انا واثقه ان احنا ان شاء الله لو فعلنا عمليه القيد الجديده للشباب واكتشاف المواهب من اول وجديد وتفعيل دور الكشافين. الو؟ مظبوط، تمام، مظبوط فعلا. ولو اهم فعلنا حاجه المواهب. دور الكشافين اللي كان قايم عليه النادي الاسماعيلي، انا واثقه ان احنا هنقف على رجلينا من اول وجديد، وهيبقى عندنا كوادر قويه جدا نقوم بيها النادي الاسماعيلي وابطال جداد، وهيبقى عندنا نادي من اشد يعني هيبقى عندنا كمان شباب نقدر كمان يعني اخذنا برضو فكره الرئيس لما قال ان احنا ممكن يبقى عندنا بدل محمد صلاح واحد يبقى عندنا 100 محمد صلاح. انا واثقه ان الاسماعيليه ان شاء الله هيبقى فيها 100 محمد صلاح. اشكرك يا فندم. ان احنا بشكرك يا دكتور. طيب خلينا نخرج بعيد شويه عن الدوري. حصلت حاجه مهمه في الإسماعيلية، بطولة الإسماعيلية الدولية لكرة القدم للناشئين والبراعم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت تنظيم KS سبورت وكيان رواد المحافظات. لكن اللقطة الأجمل كانت في طفل جاي من كفر الشيخ لوحده عشان يشارك في البطولة في الإسماعيلية، يعني جاي من كفر الشيخ لغاية الإسماعيلية. زميلنا أيمن عبد العظيم مراسل البرنامج كان متواجد هناك وعمل معاه لقاء، تعال نشوفه قال ايه.
تحياتي صديقي ايمن هاشم من هنا من محافظه الاسماعيليه وبالتحديد القريه الاولمبيه، واحنا بنتابع احد البطولات للمواهب في محافظه الاسماعيليه. شفنا حاجه غريبه وحدث نادر. انت كنت جاي تعمل ايه في أنا القريه؟ كنت جاي أحضر البطولة جاي قبل تحضر كده. البطوله منين كده؟ عرف الجمهور، يعني انا استغربت الولد جاي وبيقول انا شاركت وطلع مركز اول. أنا من كفر الشيخ من كفر الشيخ. آه. جاي لوحدك؟ جاي مش مع لوحدي. اي فريق؟ مش مع أي فريق. تمام. طيب احكي لنا كده، انت جيت ايه اللي حصل ووصلت ازاي ان انت تبقى من افضل اللاعبين في البطوله؟ أنا الحمد لله مامتي كانت بتدخلني وتيجي معايا، بس أنا اتعودت بقى وجيت هنا. كان مع المستشار عيد بطولة في القرية الأولمبية. كنت لعبت مع فرقة معرفهاش فلعبت السلام مع ورحمه الله وبركاته. انت تعرف الطفل ده؟ طبعا مواليد 2014 ومن محافظة كفر الشيخ وجاي لوحده هنا. يعني جاي لوحده ما يعرفش اي حاجه؟ لا معاه اهل ولا اصحاب ولا اي حد، هو طلع من كفر الشيخ على اسماعيليه. ووصل ان هو يتكرم كافضل لاعب في البطوله؟ افضل لاعب مواليد 2014 ل 2012. انت كنت مصدق ان انت هتاخد البطوله، تيجي اصلا تعرف توصل اصلا هنا؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ أنا عندي 11. 11 سنه وجاي من كفر الشيخ عشان تشارك في البطوله وما تعرفش اي حاجه والناس كلها تتكلم عنك في اسماعيليه. انت قول لي ايه تفاصيل لاعب موهبه نادره وان شاء الله مستقبل، وليه يعني ممكن يلعب في اوروبا مستريح ده. مين مثلك الاعلى؟ المثل الأعلى هنا في مصر أبو تريكة، وعالميا أو لامين يامال. الحمد لله. أنا كنت حاطط هدف ليا اللي أنا أحققه. عندك حلم؟ أنا عندي حلم عايز أحققه واوصل. انا بقول كلمه للجمهور ان هم في ناس بيقفوا في النص، بس انا مش عايزهم يقفوا، انا عايزهم يكملوا هدفهم اللي هم عايزين يوصلوا له. ايه الحلاوه دي؟ انا من هنا يا ابني بدعمك وان شاء الله اشوفك زي محمد صلاح وزي اللعيبه اللي انت قلتها دي كلها. حاجه محترمه، حاجه تشرف. جميل ان انت تبقى طفل وعندك حلم، جميل ان انت تبقى شاب وعندك حلم، جميل يبقى انت عجوز برضو وعندك حلم. الحلم ما بيتجزأش، الحلم لاي حد عايز يحلم. معانا الاستاذ امير محمد الوراري، منسق عام محافظة الإسماعيلية ورواد شباب المحافظات الحدودية، عشان نتكلم عن البطولة. يا أستاذ أمير. أيمن بيه، إزاي حضرتك؟ كله تمام نحمد الله. إيه الحلاوة دي يا فندم؟ تنظيم هايل، شغل جميل قوي. والله يعني قائد كل الشكر والتقدير لفريق عمل برنامج من المدرج قناة الحدث اليوم الفضائية بقيادة المتألق دايما، يعني شاكرين جدا لدعمك لنا أستاذ أيمن هاشم مذيع البرنامج، وكل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد نجاح البعلي للعلاقات العامة والتسويق، والأستاذ أيمن عبد العظيم مراسل البرنامج، أستاذ محمود الرسلاني المعد، استاذ محمود حسن مصور البرنامج. الناس دي ليها شكر خاص جدا 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 على حضورهم وتشريفهم وتغطيتهم لفعاليات بطوله الاسماعيليه الدوليه لكره القدم التي اقيمت بالقريه الاولمبيه بالاسماعيليه. شكرا جدا 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 يا فندم. ده احنا اللي بنشكرك يا فندم، وسعداء ان حضرتك موجود معانا النهارده. الله يخليك الله يخليك يا ريس. عايزك تكلمني شويه عن البطوله. بطولة الإسماعيلية الدولية احنا أقمنا الفترة اللي فاتت يوم الاثنين والثلاث والأربع النسخة الثانية للبطولة بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية. حضراتكم يعني شاهدين على ما تم. بطولة أكثر من رائعة، بطولة ضخمة جدا جدا جدا. لو هنتكلم عن البطولة، احنا البطولة ضمت 24 فريق. استقبلنا خلال الثلاث أيام اللي أقيمت فيهم البطولة 482 لاعب، غير كمان 60 مدرب وإداري. أقيم 52 مباراة بواقع 33 ساعة بث مباشر بجودة حضراتكم كلكم أكيد تابعتوا وشفتوا. ده إيه الأرقام دي كلها يا فندم؟ ده أرقام كأس عالم دي. يعني الحمد لله فريق عمل كان رواد المحافظات الحدودية ومحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع شركة كي اس سبورت قدموا ملحمة عظيمة جدا فعلا تليق باسم إسماعيلية وشباب إسماعيلية. دي حاجة تشرف، وحاجة كانت محترمة جدا، والتنظيم في القرية الأولمبية كان على أعلى مستوى فعلا. جدا جدا جدا. يعني بوجه كل الشكر والتقدير لمعالي وزير اللي هو أركان حرب طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كما توجه بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ سيد غراب مدير القرية الأولمبية، والأستاذ ناصر عواد نائب مدير القرية. الناس دي قامت معانا بمجهود غير طبيعي، غير كمان التطور الملحوظ في القرية الأولمبية
هي بقت يعني ترتقي لمستوى العالميه بامانه. احنا فخورين كشباب اسماعيليه ان احنا بقى عندنا في اسماعيليه الادوات والاماكن اللي هي تدعمنا ان احنا نقدر فعلا نطبق افكارنا ونطبق شغلنا ونقدر نطلعه بالجوده اللي حضراتكم شفتوها معانا. لا، كان حاجة محترمة، والقرية جدا. الأولمبية حاجة حدث في إسماعيلية. أتمنى الناس كلها تروح تزورها، وأتمنى الرياضيين يزوروها بالأخص. اكيد ملاعب اكيد. محترمة، ملاعب على أعلى مستوى. بحس إن أنا مش في إسماعيلية، بحس إن أنا في دولة أوروبية. صحيح فعلا. البطولة فعلا كان حدث قوي جدا لما نتكلم على 24 فريق، ان هم بواقع 482 لاعب موجودين داخل القارة الأولمبية، يتوفر لهم سبل الأمان والدعم والرعاية والإقامة والإعاشة. لا، حدث كبير جدا، واحنا يعني بنقول لا، اسماعيلية قادرة ان هي تقوم بأي حدث وتنفذ أي حدث. والحمد لله ان احنا قدرنا برضو ندعم الفرق المشاركه من محافظه الاسماعيليه ومدن القناه. كان ليهم دعم خاص بيهم داخل البطوله، والحمد لله قدرنا ان احنا نسوق. كان حضرتك لسه قبل انا ما ادخل كان معاك المداخله من الطفلين، حضرتك شفت كمان في 6 كمان من البراعم والناشئين تم التواصل مع زاميكر وخلاص اختبروا وبالفعل مضوا مع زاميكر. غير ان في منصه مسك القطريه كانت بتغطي الحدث، وفي 3 من اللاعبين تم اختيارهم ان هم هيتم رفع السيره الذاتيه على المنصه عشان تساعد في الترويج بالنسبه للاعبين دول. غير ان حاجة في كويسة كذا جدا. نادي واكاديميه من اللي كانوا موجودين حصل عمليه تبادل ما بينهم. ده شاف ولد هنا عجبه في مركز معين في مسابقه معينه. البطوله كانت بتضم 5 مسابقات ب5 فئات عمريه، فالبطوله تعتبر كانت 5 بطولات في بعض مش بطوله واحده. دي حاجة كويسة فكل جدا. الرواج اللي حصل ده طبعا بيعلي اسم اسماعيليه وفرقه اسماعيليه. غير ان احنا بنستهدف كمان ان احنا بدل ما يبقى عندنا محمد صلاح وعمر بس مرموش، لا اسم احنا عايزين يبقى إسماعيلية عندنا فوق 1000 على محمد فكرة. صلاح 1000 عمر مرموش. اسم إسماعيلية فوق برضه، خلي بالك يعني. بالظبط اكيد، ما هو اسم كل ده باسم إسماعيلية فوق. اسماعيليه. احنا ككيان إسماعيلية رواد والإسماعيلي المحافظات ده الحدوديه، إحنا اعضاء لسه الجمعيه ما العموميه لاتحاد مصر وصلناش. للكيانات الشبابيه بوزاره الشباب والرياضه. احنا هدفنا الاول والاخير في اسماعيليه ان احنا فعلا نعلي اسم اسماعيليه. عايزين مدرسه الكوره للنادي الاسماعيلي ترجع تاني نتمنى لمجدها وعصرها الذهبي. نتمنى. يعني انا عايز اخد حضرتك بس في حته ان فعلا تم ترويج لعيبه لانديه كبيره زي اللي حضرتك بالفعل فعلا. فعلا حصل. طب دي حاجه كويسه جدا، ويعني دي ماركتنج كويس للعيبه، ويعني دي انا مبسوط منها. يعني انت بتقولي الحاجه دي حصريه، انا مبسوط منها جدا يعني. الفرق المشاركه من اسماعيليه كلها اتعمل لها دعايه خاصه عن طريق الكيان، سيشن كامل لكل الفرق، فيديوهات الماتشات بتاعتهم اتذاعت على اكتر من منصه. انا يعني برضو يعني عشان اسماعيليه واهلي ودعمي الكامل ليهم، فانا كنت دايما حريص ان انا اظهر فرق اسماعيليه، ان انا اقدم لهم الدعم اللي اقدر عليه. برضو احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر اسمنا اسماعيليه، فلازم طبعا. فعلا تبقى حاجه تليق باسم محافظتنا وباسم اهلنا. وعايزين ان شاء الله النادي الاسماعيلي نقدر نقدم له حاجه في الفتره اللي جايه. فاحنا بادئينها يعني زي ما قلت لحضرتك، امنيه حياتي ان فعلا مدرسه الكوره للنادي الاسماعيلي ترجع لعصرها الذهبي تاني. تقدر تساعد الاسماعيلي ازاي يا استاذ امير احنا بالبطوله دي؟ بنقدر يعني بالنسبه لنا ككيان رواد المحافظات الحدوديه بنقدر نشتغل او نتواجد في كل المحافظه، نكتشف المواهب في كل المراكز، وهنحاول ان احنا نتواصل مع الاداره او المختصين في النادي ان احنا نوصلهم باللاعبين اللي هم فعلا عندهم موهبه واللي هم هيبقوا اضافه ان شاء الله للنادي، ونحاول نسهل عمليه الانتقال. وهم فعلا النادي برضو مدرسه الكوره او المسؤولين عن قطاع الناشئين هم فعلا برضو يختبروا الاولاد، وهم اكيد ليهم رؤيه ثانيه، والمناسب هنعمل كل السبل ان احنا نقدر نكمل الموضوع ده او نعالج الخلل اللي حصل الفتره اللي فاتت. ان شاء الله. هي البطوله مكمله تاني؟ طيب ده تصريح حصري بما ان حضرتك يعني ايوه، فتحت انا عايز الموضوع. تصريحات احنا كنا كده، اديني منتظرين شويه، التصريحات. بس بالفعل كان في امبارح اجتماع مع اللجنه المنظمه للبطوله بعد النجاح الكبير جدا اللي الحمد لله بفضل الله وكرمه حققناه في النسخه الثانيه لبطوله الاسماعيليه الدوليه.
في اكتر من فريق عربي ومصري وانديه كمان موجوده في الدوري الممتاز. تواصلوا معانا ان هم عايزين نسخه ثانيه ومحتاجين ان الموضوع يتكرر، وهيبقى فيه مشاركات عربيه وافريقيه. طب دي حاجه حلوه قوي. اللجنه المنظمه امبارح اجتمعت، كابتن سالم ايهاب رئيس لجنه الشباب والرياضه، استاذ زياد المغرب رئيس لجنه التنظيم، مع المستشار عيد البحيري المدير التنفيذي لشركه كي اس سبورت الراعي الرسمي للنسخه الثانيه بالاسماعيليه، اللي طبعا كان فيها تطور ملحوظ، وكل اللي شارك في النسخه الاولى قبل احنا ما نشارك فيها طبعا كله اشاد بدور الكيان في محافظه الاسماعيليه. تم الاتفاق على عمل نسخه كاس سوبر، دي هتبقى ان شاء الله على نهايه شهر 4 القادم. هيبقى معانا زي ما قلت لحضرتك 4 فرق عربيه. طب ليه ما نعملهاش في رمضان يا استاذ امير؟ ليه ما نعملهاش في رمضان؟ هيبقى صعب التنسيق، غير ما انا بقول لحضرتك هيبقى في احنا عندنا الامكانيات، عندنا القريه الاولمبيه، عندنا الامكانيات، يعني ليه ما نعملهاش في رمضان؟ عندنا الامكانيات، بس التنسيق هيبقى صعب. خلاص رمضان احنا بنتكلم في اقل من اسبوع. بتبقى صعب يعني التنسيق؟ محتاجين برضو ان ناخد هدنه بعد البطوله. حضرتك شفت المجهود الجبار اللي تم، 52 مباراه تتلعب في 3 ايام، استضاف فيهم حوالي قرابه ال 500 لاعب. تمام. بشكرك يا استاذ امير وشرفتني. طيب في النهايه حابب اشكر استاذ امير، حابب اشكر كل اللي دخلوا معايا مداخلات وافادوني النهارده. ان شاء الله نتمنى العوده سريعا للنادي الاسماعيلي، نتمنى معالجه الاخطاء من مجلس الاداره الجديد، واشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج.